اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل بقى التوم، ويعتبر خلاص آخر تفريزات لأن أنا تعبت بقالي أسبوع اهو أو أكتر. عمالة بقى بجيب حاجات وبخزنها وتنظيفات وكده. عاوزين بقى نخلص التفريزات ونخش على ايه، على التنظيفات. خلاص كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلاص يعني الخميس اللي جاي ده، لا ان شاء الله باذن الله الخميس اللي بعده. ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. التوم بقى، وانا المفروض يعني الناس بيقولوا لا ما يتخزنش وعشان بيأكسد والكلام ده، بس لا انا بخزنه لان ما عنديش مكان احط فيه التوم، ما عنديش بلكونه وشقتي اخر دور وحر ما بيتحطش فيها حاجات يعني تتخزن هتبوظ. فبجيبه وبفرزه على طول. هو في السوق اصلا يعني كل البياعين بيقولوا الكمية قليلة، ويعني اللي هيلحق او اللي مش هيلحق يعني. انا كنت هجيبه كمان شوية يعني، بس لقيت فعلا السوق مش مليان زي ما بيبقى كل سنة. وفي اللي هو الاحمر ده وفي الابيض. الابيض ب8 جنيه والاحمر ب10. انا بحب الاحمر بصراحة. المهم جبت 7 كيلو يقضوني، لان انا السنة اللي فاتت ما اشتريتش خالص، وزي ما شفتوا في الفيديوهات اللي قبل كده ما عنديش. فقلت بقى ده خزين السنة، ممكن يقضي معايا سنتين كمان. جبت 7 كيلو وانا قطعت العروش عند الراجل برضك عشان يخف من الشيلة شوية. وجبت 3 اطباق بقى عشان ايه هقسم، يعني هحط في كل طبق حاجة. هجيب راس التوم كده واقطع الراس، وابتدي اقشر القشرة الخارجية بس اللي هي الحمرا دي، واخد الفصوص. انا مش بقشره لان هو طري، فالقشرة بتاعته طرية خالص، فمش محتاجة ان هي تتقشر، مش زي التوم اللي بيبقى ناشف لازم تشيلي القشرة. حطيت في طبق اللي هي الفصوص، والقشر اللي حوالين الفصوص حطيته في طبق تاني، مش القشرة الخارجية خالص، لا القشرة اللي حوالين الفصوص. وهبتدي بقى افصل ده عن ده. لازم افصصه واحدة واحدة، لان فيه العرق الناشف اللي جوه ده لو جه في الكبة هيحرقها لك، وطعمه مر اصلا. فلازم افصص واحدة واحدة كده عشان ايه، اطلعها. والراس بتاعة الفص كده بتتشال بردك عشان بتدي مرارة للثوم. العروق بقى هاخد منها الاخضر بس واقطعه، وهوريكم دلوقتي هعمل بيه ايه. وبرضك العرق الاخضر ده بقسمه 2 عشان بيبقى برضك فيه ايه، فيه عرق ناشف كده. هنا بقى ما قدرتش اكمل بصراحة وانا واقفة، فقلت اقعد كده، ده مكاني المفضل يعني، بقعد هنا. دي الطرقة ما بين الاوض وقصاد المطبخ، بقعد اخلص حاجتي واقوم بقى اكمل جوه في المطبخ. هبتدي بقى ايه، اخلص يعتبر الكمية اللي معايا دي كلها، وافصص كله وافصل القشر والعرق الاخضر برضك. هقسمه 2 عشان اطلع الحتة الناشفة اللي فيه، ده حفاظا على الكبة. هخلص بقى الكمية دي كلها، ربنا يعيني بقى. يعني مش عاوزة اقول لكم الموضوع كان متعب ازاي. انا على ما خلصت الكمية دي يعني اتشهدت بعد ما خلصت. طبعا عشان اعمل التوم انا مخلصة كل اللي ورايا عشان محدش يجي يطلب مني حاجة ولا يقول لي يا ماما، وخليت كل واحد يقعد يذاكر على ما اخلص. وانا معايا بيبي صغير نيمته عشان برضك اخلص اللي انا بعمله. كنت عاوزة افرز بصل بس لقيته غالي قوي، يعني غالي اوفر يعني. فقلت كفاية علينا كده بقى. ممكن برضك عشان توفيرا للوقت تجيبي
لوبيا وتسلقيها وفاصوليا وتسلقيها، يا دوبك بس تطلعيها من الفريزر على التسبيكة وخلاص. على كده هتوفر بردك عليكي وقت، مع ملوخية مع كيسين بامية كده. الحمد لله انا خلصت الكمية كلها وطلعوا يعني حبة حلوين يعني. الثوم كل فص لوحده، وده القشر الطري بس، ودي العروش اللي هي الخضرة متشالة منها العرق اللي هو الجامد ده. بضيف بقى على الثوم حاجتين بس، زيت وملح. اكتر من كده ما بضيفش عشان ما يجمدش، يعني بيفضل كده تاخدي المعلقة بمعلقتها ما يفرص او ما يعملش تلج. هاخد بقى القشر واجيب الصاجة بتاعة البوتاجاز وافردها عليها، عشان ايه؟ احطهم في الفرن عشان ينشفوا، كأنك بتعملي عيش ناشف اللي هو بتاع الفتة. وعلى ما يتعمل بقى كنا انا ايه فرمت التوم. جبت الكبة بتاعتي، الجندي المجهول بتاعي يعني المطبخ كله ده اهم جهاز فيه. الكبة بتاعتي براون. هحط بقى التوم والملح والزيت. محضرة بقى علب عشان ايه؟ احفظ فيها التوم. السنة اللي فاتت كنت حاطة في علب كبيرة، بس حسيت ان هو ايه؟ ممكن يبوظ او يغمق، فقلت بقى احط في علب صغيرة تخلص علبة بعلبتها كده يعني، ما اضطرش ان انا اطلعه من الفريزر وارجعه تاني. هو ما جرالوش حاجة، بس يعني احتياطي. هفرم بقى التوم كويس وابتدي افضيه في العلب. قعدت افكر بقى ايه، الكبة دي مش هتكمل معايا 100 سنة بقى عشان نكمل التوم ده، اعمل لها ايه؟ عملت لها استدعاء ولي امر. جبت مامتها، قلت تنجز معايا في الوقت ونخلص بقى عشان ايه ما تزهقوش. المهم هنعيد بقى اللي احنا عملناه تاني بس بكميات اكبر يعني. يا ريت يعني اللي وصل لحد هنا ما ينسانيش في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصله مننا كل جديد. انا عملت بالكبة الصغيرة 2.5 علبة، دي بقى هتعمل باقي كله يعني، ما شاء الله عليها يعني. احط بقى ملح وزيت تاني واكمل بقى ضرب. الكبة الصغيرة نعمت التوم قوي يعني، خليته كده شبه عجينة، لكن دي مخليه حتت كده كأنك انتي مقطعة على ايديكي، او دقة في الهون يعني. مدي حتت صغيرة كده، مفروم كويس بصراحة يعني. يا ريتني كنت عملتها كلها من الاول في الكبة الكبيرة. ما علينا، الواحد بيتعلم يعني. المهم كده هخلص بقى هفضي كله في العلب ومش هضيف له اي حاجة تاني. شايفين لونه كده؟ هيفضل لاخر معلقة نفس اللون. الزيت والملح يعتبروا مادة حافظة ليه. هفضيه كله وابتدي املاه تاني لحد بقى ما اخلص الكمية دي، ويبقى كده خلاص بقى توم السنة. هانت لا تقلقوا، هيخلص بسرعة. اهو خلص، مش انا وعدتكم؟ نفذت وعدي. خلصت كده التوم، عمل معايا كام علبة مش شايفة، عمل معايا 8 علب. هخش بقى على ايه؟ اللي هي العروق الخضرا دي. العروق الخضرا دي بتتعامل معاملة ان انتي كأنك حاطة توم على فلفل، اللي هي التتبيلة اللي انا كنت عاملاها. هحطها واحط عليها ملح وزيت وخل ومعلقة هريسة، وتبقى تتبيلة عندك في التلاجة تطلعي منها في اي وقت، زي التتبيلة اللي انا كنت عاملاها قبل كده. نفس الطعم ونفس الاستخدامات اللي احنا قلنا عليها. ممكن تتبلي بيها سمك، ممكن تتبلي بيها بتنجان مخلل، ممكن تحطيها على الرز بتاع السمك بيدي طعم حلو، ممكن يتعمل بيها بيض. ليه حاجات كتيرة قوي يعني. انتي على حسب بتحبي تحطي التوم على ايه. في اي حاجة بتحطي فيها توم ممكن تحطي الخلطة دي. كده بقى المفروض ان انا هخلص الكمية بتاعت العروق الخضرا دي،
ويبقى فاضل لنا خطوة واحدة كده ويبقى تفريز التوم خلص. يعني استخدمناه لاخر قطعة فيه. الفصوص فرمناها، والعروق الخضراء فرمناها بردك وهنستخدمها، والورق يعتبر بيتجفف في البوتاجاز عشان هنطحنه ونعمل منه ايه. تفتكروا هنعمل منه ايه؟ هنعمل منه توم باودر. اللي هيجرب التوم البودر ده هيشوف ان اللي بيتباع مطحون عند العطار ده تراب خالص، لا ريحته ولا لونه ولا اي حاجة. كده احنا خلصنا اهو. وايه رأيكم في الوردة اللي انا عاملاها؟ اتبسطت جدا بالشكل النهائي يعني. اتبسطت حسيت ان مجهودي ما راحش في الارض. كده هغطي بقى كل العلب وهحطها في الفريزر بقى، اللي فيها اللي هي العروق الخضراء اللي عليها الهريسة. حلوة قوي وشكلها حلو قوي، يعني مغرية كده في الشكل ان انتي تحبي تاكليها. كده انا خلصت المرحلة دي الحمد لله. انا ما سجلتش صوت على الحتة اللي فاتت عشان تسمعوا صوت التحميصة بتاعت القشر بتاع التوم. يعني الصوت كده يحسسك ان انتي متحمص تمام يعني. هاخده بقى واحطه في المطحنة الصغيرة، الكبة يعني الصغيرة، واطحنه. هي الكبة ما طحنتهوش قوي، انا بصراحة ما عنديش مطحنة، يعني ما عنديش غير الكبة، فيعني طحنته نص نص، بس يعتبر يعني الى حد ما كويس. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب.